السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض طريقة لحمة حلوة قوي قوي قوي. طاجن لحمة، يعني سموه بقى زي ما انتوا عايزين، طاجن السعادة. بجد والله هيعجبكم قوي لما تجربوه ان شاء الله. هنا معايا لحمة الكمية اللي تعجبكم، معايا بصل ومعايا طماطم ومعايا فلفل حامي وفلفل بارد. احط سمنة في قلب الطاسة او في صينية في حلة اللي يعجبكم. احط اللحمه كده واحمرها، يعني اشوحها، يعني اديها تشويحه على الجنبين. طبعا مش هقولك حطي زيت عشان مش هينفع بصراحه زيت، يعني حطي حته سمنه حته زبده، علشان خاطر الزيت ما بيبقاش حلو مع اللحمه بصراحه يعني. واشوحها كده يعني على كل جنب كده حوالي دقيقتين، واقلبها واديها رشه من الفلفل الاسود. انا الفلفل طبعا يعني دقاه كده مش منعماه قوي عشان بحب احس بطعمه. واشوح اللحمه، وارش رشه ملح صغيره، ومحدش يقولي لا المفروض الملح يتحط في الاخر، لا عادي، دي رشه صغيره مش هيجرى اي حاجه واللحمه تستوي عادي. ومعايا هنا جوزة الطيب، هاخد بس بشره كده صغيره، واللي مش حابب يحطها ما يحطهاش. انا مش عارفه بصراحه، ناس تقول حرام وناس تقول حلال، فانا مش عارفه بصراحه، فمش عارفه. انا حطيتها كده بشره كده صغيره. للي عايز او اللي حابب، اللي مش حابب خلاص، هي مش حاجه اساسيه يعني في الوصفه. هو الاساسي طبعا الملح والفلفل. لو انت حابه عايزه تحطي بهارات مع الملح حطي، بس انا بصراحه يعني خليتها كده. بص انا كده حطيت فص مستكه وخلاص، يعني انا محبتش احط بهارات بهارات قوي علشان خاطر احس بطعم اللحمه. طبعا هنا البصل انا خرطته عادي، يعني تخريطه عاديه، مش ناعمه قوي مش خشنه قوي. واقلبه كده مع اللحمه. خلي بالكم يا بنات، الصواني دي مش عارفه ليه بتجري من على البوتاجاز. هو ده ممكن يكون عيب في الحامل بتاع البوتاجاز بتاعي، يعني هو مش عارفه بيخلي الحاجه كده تجري. فخلي بالكم، فامسكوا الحاجه بحته كده عشان خاطر ما تلاقوش الحاجه جريت منكم. وقلب تقلبتين كده، السمنه واللحمه والبصل ياخد ويدي كده مع بعضه، يعني يدوبوا كده شويه مع بعض. واقطع برضو الطماطم. عايزه اقول لكم على حاجه، الطماطم الكميه اللي